عالسلامة يا الزينات يا العذرات يا الغاليات، كشراكم ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير. توحشتكم يا جدكم، توحشتكم مليار. اليوم جيتكم فيديو في الشباب كيما يبغي الخاطر تاعكم وكيما عينيكم شابين. حبوباتي بداو لي بهذاك الجام اللي تشجعني باش نزيد نواصل معكم ونشارك معكم فيديوهات شابين ان شاء الله. وكل وحده فيكم دارت لي جام فضلا وليس امرا، نقول لك ان شاء الله يا ربي يفتح لك بيبان الخير، اللي في السماء ينزل لك واللي في الارض يطلع لك، وان شاء الله يا ربي ييسر لك الامور نتاعك، وين ما حطيت يدك ان شاء الله ربي يفرجها عليك. انا حبوبتي جيت نشارك معكم هاد الادوات اللي فادوني واللي لازمين للسنه التحضيري، اللي لازم تشروهم لوليداتكم باه تعلموهم، وان شاء الله ربي يوفقهم في مشوارهم الدراسي. وكيفاه كنت مقتصده باه شريت لبنتي هاد السويلحات. والتساؤلات اللي جاوني على شحال في عمر بنتي في عمرها 4 سنين، راهي ماشي تكمل 5 سنين، في نوفمبر دير 5 سنين، راهي رايحه تقرا هاد العام سنه تحضيري في ليكول. وبنتي كانت قرات عامين بريفي، قرات تمهيدي وتحضيري، وعاود هذا العام تقرا تحضيري بصح في ليكول نيشان. انا حبوباتي هاد المشتريات انا كنت العام دي فات شريت لها التحضيري، وعاود هاد العام كنت خطفت لها وبغيت نشارك معكم الصوالحات اللي كانوا عندها والصوالحات اللي زيد شريتهم لها. وكاين صوالح مدوهم لها في قسم التحضير تاع الروضه. كي كملت نهايه العام عطاو لها هديه عباره عن ادوات مدرسيه، وكان عطاوها شهاده، هذه الشهاده تاعها احتفظت لها بها. وكما راكم تشوفوا كي جبت الادوات رجعت جبت لكم الشهاده تاعها. هي قالت لي ماما صوري لهم الشهاده تاعي، اي بغيت نشارك معكم الشهاده تاع نجوى بنوت، ان شاء الله ربي يوفقها في المشوار تاع الدراسي. وكانوا قدموا لها هذا الكتاب تاع القرآن الكريم، فيه بعض الصور اللي كانت قراتهم في سنة تحضيري وبه تراجع به، والحمد لله فادها بالبزاف. ننصحكم كي وليداتكم يدخلوا قسم تحضيري تشروا لهم هذا الكتاب، راح يفيدهم بالبزاف باه تراجعوا لهم وباه تحفظوهم. في سورة الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الناس، سورة الفلق، في بعض السور إن شاء الله يفيد وليداتكم. وكانوا عطاو لها هاد العلبه نتاع بابا مودلي العاجين. هاد الصوالح اللي عطاوهم لها يا حبوباتي كانوا في اول سنه، قالوا لها جيبي كذا وكذا وكذا، وكامل هذيك الصوالح يا حبوباتي تقريبا في اخر السنه عطاو لها صوالح كيفهم وهما جداد. هنايا كما راكم تشوفوا هاد الكرتب تاع العام اللي فات مازاله جديد، مازاله كما نقولوا محافظه عليه، احتفظت لها به. كما راكم تشوفوا كي قرب الدخول غسلته لها، وراني معوله به نشري لها واحد اخر وصدها تداول بهم بزوج بهم. كما نقولوا الحاجه اللي باليه ما نفرطوش فيها، لازم نحافظوا عليها، ولازم تعلموا وليداتكم يحافظوا على الحوايج نتاعهم باه ما يخسروهمش. كما راكم تشوفوا هذا الكارطب كنت شريته لها العام اللي فات وشريته لها شويه وافي، كما هذا العام يليق لها في قسم التحضيري عادي، ما راحش كما نقولوا يكون صغير. ولا ننصحكم كي تشريو لهم الكرتبات ما تشريو لهمش كرتبات صغار بزاف ولا كبار، كما التحضيري شريو لهم كرتب معين. انا هاد العلب تاع اللمجه تقريبا قلت كامل هادو شريتهم لها العام اللي فات، ما عدا العلبه اللي كنت شريتها لها فهاد العطله. ما خليتش حتى هاد الايام اللي الناس كاع راهي تشري والناس كاع راهي تجري على الادوات نروح نشري، لا راه عندي التعشيره 3 شهور نخرج نشري الحاجه اللي خاصتني نشريها ونخطفها نحيها مطريقي، وراح نلقاها كل حسنه في الدخول المدرسي. انا حبوباتي كما راكم تشوفوا عندي هاد زوج ملفات. هاد الملف الازرق كانوا عطوه لها في الروضه في اخر سنه، داروا له فيه ادوات وعطوه لها، خليته لها تحتاجه في قسم التحضيري باه دير الكتب تاعها والكراريس. وهذا كنت شريته لها العام اللي فات وكنت محتفظت لها به. شوفوا يا حبوباتي هاد الملفات يحتاجوهم في قسم التحضيري باه يديروا المستلزمات نتاعهم، المعلمات تقريبا كامل تاع قسم التحضيري يقولوا لهم جيبوا ملفات باه ديروا الادوات نتاعكم.
وهنا حبوباتي عندك اللوحة ضرورية في القسم التحضيري. ننصحكم يا حبوباتي اللي يكون عندها الليبالين تخليهم لوليدها في الدار وتشري له جديدة باه يديها معاه. انا عندي هنايا زوج لوحات، هادو كانت العام اللي فات وحده تستعملها في القسم وحده كانت تستعملها في البيت، ودوكا راح نخليهم لها هنايا في البيت ونشري لها وحده باه تديها معها القسم. هكا راح نقتصد، ما راحش نولي نشري زوج لوحات، وحده للدار وحده للقسم. وهنايا راح نروحوا لهاد الكراسات نتاع الحروف، نتاع الخط، كيفاش نتعلموا الكتابة، كيفاش تعلموا وليداتكم يكتبوا الحروف والخطوط. انا كنت كل خطرة نشري لها كراس، وكاين بزاف اللي راهي كتبت فيهم في هاد العطله، وكاين اللي قعدوا لها جدد كيما راكم تشوفوا. هادو كنت احتفظت لها بهم، خليتهم لها باه كي تدخل تقرا عاود نساعدها بهم وندرك لها بهم الحروف. وكاين اللي كانوا عندها العام اللي فات واحتفظت لها بهم. انايا كما راكم تشوفوا فيهم الاحرف من الالف الى الياء، كل شيء الحروف يا حبوباتي. تعلموا وليداتكم فيهم الكتابه. ننصحكم كي تكونوا عندكم وليداتكم يقراو في التحضيري ويحتاجوا هاد الكراريس ولا جميع المواد كما في الاقسام، كما نقولوا الثانيه الثالثه الرابعه ولا في المتوسط، كما جميع المواد شريوهم لهم في العطله، ماشي تخلوا الى لهاد الايامات الى يبداو يقراو وتبقاو تشروا. لا في هذيك التعشيره اخذت فيه لخاطر يكون السعر تاعه مناسب، ماشي كيما تشري في بدايه العام. وكاين كي تدخل حاجه جديده وتحبي تشري حاجه جديده، اكيد حبوباتي ماذا بينا نشريو الحاجه اللي تفيدنا. هاد الكراسات ما راهمش غاليين، 10,000 7,000 مي في بدايه العام كي تجي تشريهم يا حبوبات مع المستلزمات يتحاولوا يبالوا لك باللي بزاف ما تحيش باغيه تشريهم. كي تشريهم بسليم هذيك تقريبا هذيك 7,000 شي خطات ندوها لولادنا ولا بناتنا يروحوا يشروها، هي حلوه شيبس غوفرات. ننصحكم هذيك 6,000 ولا 7,000 كي تدخلي بها هكا المكتبه شري بها هذيك اقلام ملونه ولا هذيك الكراسات ولا شيء، اخطف لهم بها حاجه اللي راح تفيدهم. اكيد مانيش نقول لكم ما تعطيو لهمش كاع الحلوه، ما تعطيوهمش يشريو ولا مي خطرات هكا هذيك الصريف نشريو لهم الحاجه اللي تفيدهم، ولا نديروا حصاله ونلموا فيها ومن بعد نشريو لهم الادوات كما يلزم الخاطر. انا كانوا عندها هاد القصص تاع التلوين تقريبا هادو مدوهم لها في الروضه، هي تاعها كما نقولوا كاين اللي لولتهم وكاين قصص اخرين راهم عندها، مي هادو اللي قعدوا لها جدد اللي عطاوهم لها في اخر السنه احتفظت لها بهم. وهاد الكراريس يا حبوباتي كنت خطفت لها 5 كراريس، والعام اللي فات اصلا هي احتاجت 3 كراريس في السنه الدراسيه تاعها التحضيري. هاد العام خطفت لها 5 كراريس، قلت اذا احتاجت نزيد نشري لها، ما احتاجتش هادوك يكفيوها ويوفيو. وهنا كما راكم تشوفوا هادو تاع العام اللي فات احتفظت لها بهم باش نزيد نراجع لها هاد العام بهم. ننصحك يا حبوبتي بهاد القسيمات نتاع الحروف يساعدوكم بالبزاف باه تقروا وليداتكم. كاين هذه تاع الحروف وفيها كلمات، وكاينه وحده تاع الحروف بالحركه، هذه تساعدك بزاف باش تقري وليدك في الدار وتدركي له على الحروف وعلى الحركات وتساعده بالبزاف، تصلح له في الدار وفي القسم. وانا كما راكم تشوفوا عندي هاد الكتوبه اللي لازم على كل تلميذ يكونوا عنده. هادو يا حبوباتي كانوا عطاوهمني وانا شريت لبنتي مي مازال ما جبتهمش. هادو 3 خاطيهم ما عدا 2 كتوبه اللي قسم التحضيري تقدروا تشريوهم وتقدروا تروحوا للمدرسه اللي تكون مسجله فيها ولدك ولا بنتك يعطوكي الكتوبه تاع قسم التحضيري ولا تشريهم من المكتبه. كاين بالك اللي يبيعوهم وكاين اللي يمدوهم للتلاميذ نتاعهم. وهنايا عندي هاد الاقلام ملونه، هاد الاقلام ملونه كنت شاركتهم العام اللي فات في قناتي الاولى، قلت لكم عليهم شابين بالبزاف، بنتي كتلون بهم في البيت واقلام ما شاء الله احتفظت لها بهم. شوفوا مازالهم جدد، مازال ما تخسروا لها ما والو، خليتهم لا باه تلون بهم في البيت. وكاين علبه كانوا عطوها لها في الروضه كما راكم تشوفوا، قلت وحده تديها معاها للروضه ووحده تخليها في الدار.
وكما راكم تشوفوا يا خياتي قادرين هاد اقلام ملونات تخطفوهم قبل الدخول المدرسي. اسمع، لا انا هاد الكلمه راني نعاود لها. هاد الصوالح لازم على كل وحده تخطفهم قبل الدخول المدرسي، سورتو اللي عندها ولادها في الابتدائي ويحتاجوا هاد الصوالح بزاف. ننصحك تشريهم في العشيره في هذيك العطله تاعك، خطفي هاد الصوالحات. الوان مائيه هذه كنت شريتها لها يا حبوباتي به تلون بها، شريتها لها في العطله عاود شابه بالبزايف يحتاجوها في قسم التحضيري. هذا كراس الرسم اللي شريته لها، خاطر بزاف اطفال اللي يقولوا لهم جيبوا كراس الرسم. وعندك هذه لابغوس تاع السبوره ولا نتاع اللوحه، والمقلمه اللي لازم تكون عند كل تلميذ. هنايا يا حبوباتي هاد المقلمه كنت شريتها لها العام اللي فات وقدت لها جديده كما راكم تشوفوا، كانت عبتها مع الروضه. هذه يا حبوباتي راح نخليها لها باه ندير لها فيها اقلام ملونه اللي تديهم معها للمدرسه، وراح نشري لها واحده جديده. وهنا يا حبوباتي عندي العجين بزاف يستعملوا البزابوط ويبغوا يفوتوا به الوقت ويلعبوا به. انا هنايا هاد العلبه كنت شريتها لها العام اللي فات، شريت لها يا حبوباتي فيها بزاف الوان، وكنت كنختار لها لون ولا زوج تزيدهم مع العجين اللي كنت انا صنعته لها في الدار بعجينه شابه بالبزاف. اذا تبغوا نشارككم الوصفه نشارككم يا حبوباتي وصفه شابه بالبزاف تاع العجين كتخدمه ان الام تاعي ربي يرحمها ويوسع عليها كانت دير لي كي كنت صغيره. وبغيت نفيدكم بهذه الوصفه تاع عجينه بابا مودلي تجي روعه. وهنا كنت شريت لها هاد اللي فات، شريت لها واحد زرق وواحد احمر باه تكتب بهم في السبوره وباه تكتب بهم في اللوحه. انا عندك هاد لاكول وهاد اللي فات كنمدوهم لها في الروضه كهديه. كاين تحضير اللي طلبوا لهم لي فتح، وكاين اللي لا مي لاكول يحتاجوها حبوباتي باش يديروا اشغال يدويه. وعندك هادو اللي فات كما راكم تشوفوا. وهنا عندي هاد الكوريكتور مانيش عارفه اذا يستعملوه ولا لا. تقريبا هما يستعملوا قلم تاع ماجيك به كي يغلطوا يمحو. وانا عندي هاد الحروف يا حبوباتي، هاد الحروف كنت رحت حواسه لقيتهم عجبوني شريتهم. السعر تاعهم خيالي 20 ميل، فيها كل الحروف وفيها في الوجه الاول فيها الحرف وكلمه ولا زوج كلمات، وفي الصفحه الثانيه فيها حرف بالحركه تاعو. هاد الكارطه يا حبوباتي ننصحكم بها، وليداتكم ان شاء الله راح تدوموا لهم عليها وراح يحفظوا معكم الحروف. وهنا كنت شريت هاد الحروف نتاع الهند. هاد الحروف يا حبوباتي تستعمليهم في السبوره ولا في اللوحه اذا كانت عندها اللوحه تاع الكتابه فيها الهند، تقدري ديري لها وتقولي لها شكلي لي اسم ولا ديري لي حيز على حرف الفلاني ولا على الرقم الفلاني. هاد الحروف شابين بالبزاير. هاد الحروف يا حبوباتي عندهم مده من اللي شريتهم حتى هما واحتفظت بهم وراح نصيبهم كل حسنه. وهنا عندي هاد الهند، هذا يا حبوباتي شريتهم باش كي نكون نشرح لبنتي في السبوره نلصق لها هكا حروف ولا اي حاجه نكون باغيه نفهمها لها في السبوره نلصق لها بهم. وكنت شاركت معكم السبوره في الفيديو اللي فات اللي شاركت فيه غرفه اولادي لاول مره، شاركت معكم السبوره اللي راح نلصقها في لاشامب تاع بنتي وولدي، راح نوريكم في اخر الفيديو السبوره. انا عندك هاد الاوراق اللاصقه اللي نحتاجوها باه نديرو بهم هكا نذكروا رواحنا بصوالح نكتبوا فيهم ونحطوهم، سورتو الا كانت عندنا مراجعه نتاع كاش درس ولا نكتبوها ونحطوها باه نراجعوها. وعندي هاد الايموجينات اللي كنت شريت منهم العام اللي فات وعاود شريت منهم هاد العام باه كي ندير لبنتي كي تكون دات حاجه شابه ندير لها ايموجين يضحك، وحاجه ماشي مليحه ندير ايموجين اللي ما يضحكش. وانا شاركت معكم السبوره، شوفوا يا حبوباتي السبوره فرحت بها بالبزاف. هذه مده وانا نلملها، لميت كيما نقولوا كنت ندير هذاك الصريف اللي شريت له كل شيء لميت به وشريت لها هذه السبوره. هذه السبوره يا حبوباتي شريناها 300,000 و45,000 على ما اظن هكا. وانا بغيت نشارك معكم هذا المثال. شوفوا يا حبوباتي كي تبغيو تدرسوا وليداتكم ولا السبوره راح تفيدكم بالبزاف باش تقروا وليداتكم. اللي عندها باش تشري نقول لك شري لها وراح تساعدك باش تراجع لوليداتك الدروس
واللي ما عندهاش عادي تراجع لوليدها لو كانت في اللوحه وتراجع لهم. انا هنا عطيتكم مثال شارككم هاد الصويحات اللي كنت شريتهم وحسيت بهم ينفعوكم. ان شاء الله يا حبوباتي نكون فدتكم لو كان نبل قليل، وان شاء الله تدوا هاد الفكره انه الادوات ما تخلوهمش الى الدقيقه التاليه، ديما نخطفوا في هذيك التعشيره تاع 3 شهور. وانا كنت البطاقات هادو اللي كنت شريت لهم البنوتي. ان شاء الله يا حبوباتي يكونوا عجبوكم. ما تنساوش ديروا جيم فضلا وليس امرا، نحبكم يا جدكم. وما تنساوش تدخلوا القناه الاخت نتاعي قناه بنت بيتي راهي شاركتها هي معكم ادوات الدخول المدرسي وتحضيرات الدخول المدرسي. نحبكم يا جدكم.